المحامين بتحس ان هو وانس ان هو ظهر، وانس ان كل حاجه وقفت. في حاجات كتيرة جدا احنا كمحامين بنكتبها بطريقة تبان لك انت كراجل مش قانوني حاجة، لكن انا كقانوني عارف معناها ايه وعارف دي هتتفسر ازاي في المحكمة. كل محامي لكل طرف وقف عند حتته خلاص الدنيا هتوقف خالص. لو لا قدر الله حصل مشكلة وبيحصل كلنا عارفين، هتقول يا ريتني كان معايا محامي. المستثمرين النهارده كل واحد عنده 10-20 وحده وبيشتري وكذا. في جزء مهم جدا اللي هو فكره الضريبه، وهنا الضريبه اللي هو امتلاكي العقار. هل انا اصلا عليا ضريبه عشان عندي عقار ولا لا؟ طبعا الضريبه العقاريه. انت عندك النهارده اي عقار انت بتمتلكه سواء بتستخدمه ولا ما بتستخدموش، ما دام انت بتمتلكه تدفع عليه ضريبه عقاريه، باستثناء حاجات بسيطه جدا اللي هو الاستخدام الشخصي. لو انا مثلا عندي عقار واحد وقيمته الايجاريه السنويه لا تتعدى رقم، يعني بيقعد يتغير كل شويه كده ثريشولد، ساعتها ممكن تروح تقدم ان العقار ده بس هو اللي هيبقى معفي من الضريبه العقاريه عشان ده استخدامي الشخصي، لكن بقيه العقارات بتاعتك هيسري عليها الضريبه العقاريه طبعا. يعني لو عندي عقار هنا وعقار في الساحل وعقار في السخنه، فمعناه ان هو ممكن ادفع على بتاع الساحل والسخنه حتى لو هو استخدام شخصي. هتدفع على كله ما عدا العقار الواحد اللي انت هتستخدم فيه الرخصه اللي بتديك الاستثناء على اساس ان ده استخدام شخصي، وعلى اساس ان الكرايتيريا بتاعت الاستخدام الشخصي هتتوافر فيه. تقريبا الضريبه عامله ازاي وادفعها فين؟ بتدفعها طبعا في الضرايب، بتروح المكتب الضرايب اللي انت تابع ليه، وبيبقى هم محددين اصلا الضريبه العقاريه. يعني انت النهارده اي مكتب ضرايب بيبقى محدد ان المنطقه دي سعرها الضريبي كذا او المتر فيها بكذا، وبيبدا يحسبه بقى على حسب اللوكيشن والخدمات، وهل هو في كومباوند ولا بره الكومباوند، فبيحدد لك يقول لك والله النهارده هي نسبه مئويه من العقد ولا بصوره عشوائيه؟ لا، بتبقى نسبه من قيمه الوحده اللي متسجله في العقد، بس بروفايدد ان النسبه اللي متسجله في العقد منطقيه ومتماشيه مع النسبه اللي عند الضرايب. يعني ايه؟ زمان كنت تسمع ان انا النهارده ممكن اجي اعمل عقد، بس هعمل عقدين، هعمل عقد بالقيمه الحقيقيه وعقد بقيمه اقل شويه عشان ما ادفعش ضرايب. طبعا ده مش صح، لان انت النهارده في جزء كبير منه بيبقى تهرب ضريبي، والجزء التاني انت حتى لو جيت فاكر انك عملت عقد اقل فهو ممكن الطرف التاني يستخدمه بطريقه تضره. طيب الضرايب عملت ايه اصلا؟ عملت ربط، وجت قالت لك النهارده انا مش هعتمد قوي على القيمه اللي انت كاتبها، انا هنزل هعمل معاينه في المناطق وانا اللي هحدد السعر المتوسط للضريبه. انت هنا قصدك ان دي مش ضريبه التصرفات العقاريه، دي الضريبه العقاريه. الاثنين هي دي اسمها ايه ودي هي اسمها ايه؟ التصرفات العقاريه والضريبه العقاريه. الضريبه العقاريه لان انا النهارده اي عقار بتاعي سواء بستخدمه او ما بستخدموش ما دام هو ملكي بدفع عليه. زي العربيات، انت النهارده لو عندك اكتر من عربيه بتيجي ترخص يقول لك ما انت عندك اكتر من عربيه فبتدفع ضريبه بتاعت ان انت بتمتلك اكتر من عربيه. نفس الكلام في العقارات، لكن انت النهارده في استثناء صغير في العقارات، ان انت لو في عندك وحده سكنيه انت بتستخدمها استخدام شخصي بيتوفر فيها بعض الشروط، تقدر تقول الوحده دي انا عايز اعفيها من الضريبه العقاريه. لكن عندك بقى النوع التاني اللي هو التصرفات العقاريه اللي هي ضريبه المبيعات، دي هنجيلها دي حاجه تانية. دلوقتي في الشراء يا بشتري من مطور يا بشتري من شخص اللي في عاده البيع او السكندري ماركت او الريسيل. النهارده لو رايح اشتري من شخص، ازاي اضمن ان هو صاحب الوحده واضمن ان ده مش بينصب عليا او كده؟ تمام، لازم طبعا اول حاجه تعملها انك تطلع على المستندات اللي بنسميها التسلسل الملكيه. المفروض النهارده انت بتشتري ريسيل، فالوحده موجوده وليها اوراق وليها رخصه وليها مالك، فاول حاجه لازم اعملها ان انا اتاكد ان الشخص اللي انا بشتري منه هو فعلا اللي بيمتلك الوحده. ولو بيشتري او انا بشتري من الشخص ده كان بيشتري من حد تاني، فلازم اجيب تسلسل الملكيه لحد ما اوصل لاول واحد والراجل اللي بيبيع لي دلوقتي. فمهم جدا ان انا اطلع على المستندات واتاكد من صحتها. يعني ممكن النهارده يجي يقول لك والله اتفضل ادي صوره العقد، مش كافي، لا انا عايز اشوف العقد، عايز اروح اتاكد من الجهه اللي متسجل فيها، او لو النهارده مشتري مع مطور معين فاروح عند المطور اشوف الوحده دي متسجله باسم مين. النهارده في البروسيس بتاعت البيع في عمليه ريسيل بيبقى في عقد عربون او ديبوزيت، وبعد كده عقد او تنازل في الشركه او فنقدر نقول ايه الاجراءات بتاعت البيع لو انا بشتري من شخص؟ لو انت بتشتري من شخص اول حاجه عايز تعملها انك تروح تتاكد من تسلسل الملكيه زي ما قلنا. تاني حاجه عايز تتاكد ان الوحده ما عليهاش مخالفات وما عليهاش ضرائب وما عليهاش صيانه متاخره. تعال ناخدهم واحده واحده. مخالفات النهارده من ضمن القوانين المنظمه للموضوع بتاع العقارات هي قوانين البناء، ان انا النهارده باني
دايما يقول لك ده باني مخالف، ده عليه مخالفه، ده باني دور زياده. طيب انا النهارده لازم وانا بشتري اتاكد ان المبنى بتاعي مش مخالف. اتاكد من ده ازاي؟ المحامي بيطلع على الرخصه وبينزل الحي بيجي يعمل معاينه. المعاينه دي بتقول لك فعلا انت المفروض طالع لك ارضي واول وتاني. طب انت راجل باني دور تالت، طب دي موقفها ايه؟ ما لو انت النهارده ما حلتش المشكله دي، بكره هتيجي الجهاز او الحي هينزل عليك انت مخالفه، انت اللي اشتريت. فدي اول حاجه لازم تعملها، تتاكد ان مفيش مخالفات على المبنى. وده دايما بتقدر تروح تعمله عن طريق انك تسال في الجهه المختصه، يقول لك المبنى ده او قطعه الارض دي عليها مخالفات ولا لا. ملك الشخص عليه مخالفات ولا لا؟ ملك الشخص، انت ممكن الشخص يكون بيشتري من الشركه هي اللي عليها مخالفه، تيجي انت بعد كده تاخد اجراء يقول لك لا الشركه كل عليها لازم تروح تحل المشكله مع الشركه. فانت دي حاجه لازم تبقى عارفها. الحاجه الثانيه لو في مثلا صيانه متاخر، فبتروح للمطور لازم تتاكد منه انا عايز موقف الوحده دي عامله ازاي، او تطلب من الراجل اللي انت تشتري منه يجيب لك شهاده بتفيد ان ما عليهاش اي تاخيرات. لان انت ممكن تروح تشتري وحده وتيجي ياخد من المطور فاينانشال ستيتمنت، طبعا في الاخر فاينانشال. طبعا عادة الإجراءات اللي بتتم وأنا بشتري من محمد مثلا إن أنا بروح أديله عربون، وبعد كده العربون ده فيه شروط جزائية، وبعد كده بنروح الشركة نعمل التنازل والكلام من ده. إيه الفرق بين وعد العربون والعقد الابتدائي والعقد النهائي؟ يعني إيه الفرق بين العقود في عملية بيع الشراء الريسيل؟ بص، العربون والوعد بالبيع دي أنواع عقود أنا بعملها عقد مؤقت لفترة معينة. الهدف منه ان انا بعمل داون بيمنت او عربون عشان انا بتعهد ان انا هكمل الدفعات وهعمل معاك عقد خلال فترة معينة. فانا بقول لك انا بحجز الوحدة دي، لو سمحت ما تبيعهاش لحد تاني، ده وعد بالبيع، فانا هبيع لك الوحدة او هشتريها منك خلال فترة معينة. طبعا وعد بالبيع بيطلع من المالك، بيوعد الطرف التاني ان انا هبيع لك provided ان انت سبت لي المبلغ ده وهتيجي تشتري مني خلال فترة معينة. لو ما جيتش المبلغ ده هيروح عليك. والعربون عربون من المشتري للبائع، بيقول له انا كاثبات جديه ده عربون، لو سمحت اعمل هولد على الوحده دي، اديني بس لحد اخر الشهر وهاجي اعمل معاك عقد ونعمل البيمنت كامل. فاسمه عربون او وعد بالبيع الاثنين واحد بالظبط. عربون للي بيدفع اللي هو المشتري، وعد بالبيع للي بيبيع بيوعد الطرف الثاني ان انا حجزت لك الوحده دي. الاثنين نفس الهدف مع اختلاف المسميات. والعقد الابتدائي ممكن يبقى بيني وبينك عقد ابتدائي؟ طبعا دي بقى الخطوة الأساسية بعد ما أنا حجزت الوحدة، بعد ما أنت وعدتني ببيع الوحدة. الخطوة الثانية إن إحنا نعمل عقد ابتدائي. عقد ابتدائي هو اسمه ابتدائي لأن هو غير ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل الثمن، بيبقى مشروط على سداد كامل الثمن. فباجي أقول النهاردة كل المواصفات اللي أنا عايز أقولها عن الوحدة ومساحتها والتشطيب والبيمنت تيرمز اللي اقساط عاملة إزاي وحالات الفسخ، كل حاجة باجي أقول بعد تمام سداد المبلغ بالكامل العقد ده هيتحول إلى عقد نهائي قابل وناقل للملكية، وأنا هروح معاك الشهر العقاري أو هفوض حد يروح معاك الشهر العقاري أو هديك مستندات أنت تروح بيها الشهر العقاري تقدر تسجل الوحدة بتاعتك. طبعا كل ده provided إن أصلا الوحدة والعقار مسجلين عند الشهر العقاري فهتقدر تسجل. يعني النهارده لو أنا بشتري وحدة ب10 مليون جنيه منك، فأنا بديك في عربون مثلا 500,000 جنيه، فده يعتبر وعد بالبيع، وأما أجي بكمل لك كامل المبلغ بنعمل عقد بقى ساعتها الابتدائي أو العقد النهائي. صح. مظبوط كده. عادة المطورين بيبقى في شرط في العقد إن أنا ما ينفعش أبيع الوحدة بتاعتي إلا بعد ما أكمل المبلغ بتاعها أو الثمن بتاعها. هل ده فعلا قانوني، ولا أنا ممكن من حقي أبيع الوحدة قبل ما أكمل ثمن المبلغ؟ طيب بص، قانوني من حقه إن هو يمنعك. ليه؟ لأن هو عايز يضمن إن أنت تدفع كامل الثمن أو كامل المبلغ بالكامل. طيب أنت ممكن تبيعها لحد تاني في النص ولا لأ؟ برضو، بس هو هيبقى مش هيحطك في ريسك، وهيحط الشخص اللي أنت بتبيع له في ريسك. ليه؟ لأن العقد نفسه بيقول إن ده ما ينفعش. فلو أنت عملت ده هتبقى أنت مخالف للعقد. ممكن المطور يفسخ العقد، وبالتالي يفسخ العقد اللي ما بينك وما بينه. فالصح إن أنت تلتزم باللي أنت وقعت عليه واتفقت عليه مع المطور، لأن ده حقه. أنت النهاردة أو أسأل إن المطور ده بيقبل ده بعد كده ولا لأ؟ بص، في مطورين كتير لما أنت بتبقى دافع نسبة كبيرة وفاضل لك جزء صغير مفيش مشكلة، ممكن يطلب منك ضمانة أو شيك أو حاجة، أو تسيب عنده باقي الشيكات ويبدأ يدخل الطرف التاني معاه مكانك ويفسخ مع الأولاني. فالصح إنك ترجع للمطور تاخد إذنه، لأن العقد هيبقى ساعتها بيقول إن ما ينفعش تعمل ده إلا لما تاخد إذنه. طيب دلوقتي بشتري وحدة وعايز النهاردة هدفع جزء الوحدة 10 مليون جنيه، وهدفع 4 مليون جنيه و6 مليون جنيه الباقي على مثلا 6 7 8 شهور، وانا بشتري، وبيبقى الخطر هنا ان انا بشتري من مالك مش من مؤسسة.
ايه الاجراءات اللي اعملها في العقد اضمن حقي كبايع وكمشتري؟ مش لو انا المشتري اضمن حقي عن طريق العقد، لازم اتاكد ان العقد فيه بنود بتحميني ان انا لما بدفع الاقساط في مواعيدها، وطول ما انا ملتزم الطرف التاني ملتزم انه يسلمني، وان في حاله ان الطرف التاني ما سلمنيش لاي سبب من الاسباب اقدر ارجع عليه بالتعويض وكل البنود القانونيه اللي بتحمي الكلام ده. طيب لو انا اللي ببيع، الضمانه الاقوى بالنسبه لي الشيكات، ان انا اخد شيكات اجله بيبقى مواعيدها مرتبطه بمبالغ او المواعيد بتاعه السداد الاقساط اللي احنا متفقين عليها. فيبقى بالنسبه للمشتري الضمانه في العقود، وبالنسبه للي بيبيع الضمانه في العقود زائد الشيكات. امتى بقى يحصل عمليه التوكيل والتنازل؟ بعد بعد سداد كامل الثمن، ولا ممكن يبقى قبل كده واخد شيكات فمشي اموري؟ يعني لو انا النهارده ببيع فاعمل لك تنازل واخد شيكات وامشي اموري، ولا لازم استنى كامل الثمن؟ في العادي طبعا بعد ما استلم كامل الثمن، لان انا ممكن اديك شيكات ابقى سيء النيه، يبقى شيكات ما فيهاش رصيد كافي في البنك، تنقل لي انت الملكيه، تيجي بعد كده تصرف الشيك ما تلاقيش حاجه. فطبعا اللي غالب في السوق ان انت مش هنقلك الملكيه ولا هديك موافقه انك تنقل الملكيه الا بعد ما اتاكد ان انت سددت كامل الثمن او متبقي جزء بسيط جدا، وبيبقى المبلغ اللي متبقي في الاخر ده خلاص يعني انا واثق فيك، او انت دفعت مبلغ كبير فالريسك عندي قليل. بس في الحاله دي ممكن اسدد لك كامل الثمن وانت تبيعها لحد تاني، اضمن ازاي انا حقي كمشتري؟ لا، ما انت النهارده انا لو سددت لك كامل الثمن وانت بعتها لحد تاني، انا هرفع عليك قضيه بالعقد وهاخد تعويض وهفسخ العقد التاني. انا هفسخ العقد، هاخد في الاخر فلوس بس مش هاخد الوحده. لا، ولا هل القانون هنا طبعا لو على حسب الاولويه. انا النهارده طول ما الوحده موجوده، وطول ما عقدك سابق العقد التاني اللي هو بيع بيه، وطول ما انت ملتزم في عقدك، تقدر تروح تحجز على الوحده وتاخدها لو انت خلصت التزاماتك في العقد. لو عادة انت دفعت. الامور القانونيه في الجزء ده بياخد وقت قد ايه؟ الناس بتقعد تقول 20 سنه و10 سنين مش للدرجه دي، بس بتطول. انت بتتكلم ممكن 3 ل5 سنين، عشان انت عندك التقاضي في مصر على 3 درجات، اول درجه واستئناف ونقد، فعشان تاخد اول درجه واستئناف ممكن تقعد 3 سنين يعني. اوكي. ضريبه التصرفات عاده بتبقى على البائع ولا على المشتري؟ على البائع طبعا. على البائع. لازم البائع هو اللي يدفعها 2.5%، ولازم يدفعها خلال فتره معينه ما يتاخرش، ولازم يروح هو احسن بنفسه، لان هو لو ما راحش الضرايب هتعمل ربط تقديري غالبا بيبقى اعلى، وتنزله عليك وتنزل عليك مخالفه ممكن وفوائد وممكن توصل لان انت في الاخر تدفع 3 أضعاف المبلغ. طيب ولو الوحده النهارده ب10 مليون جنيه ودفعت منها 5 مليون جنيه وببيعها، فالنهارده ضريبه التصرفات دي هتبقى على 5 ولا على 10؟ بص، فيها طبعا اقاويل، لكن طول ما انت قدرت تثبت ان انت بعت حاجة انت دافع الجزء بس 5 مليون، هتتصرف او هتتحسب على 5 مليون، والجزء التاني هيتحسب على الراجل اللي بيشتري لما يجي يبيع. طب لو انا النهارده بعت لك وما دفعتش ضريبه التصرفات، المشتري عليه اي حاجه ولا القانون بيرجع على البائع؟ لا، القانون اوتوماتيك هيرجع على البائع، ملوش علاقه بالمشتري، لان انت النهارده العقد اللي انا وانت بنعمله بيروح منه نسخه للضرايب في الاخر، عن طريق بقى المطور، عن طريق الجهات، عن طريق يعني اي اجراء هتاخده هيتنقل منه الملكيه بتاعت عدادات الميه، عدادات الكهرباء، فهيبان ان المالك اختلف، فهم هيعملوا تراكنج للموضوع، وهيجي يقول لك والله انت بعت فاتفضل ادفع مبلغ كذا 2.5%. فالمسؤوليه طبعا على اللي بيبيع مش على اللي بيشتري. النهارده وانا بعمل عقد بيني انا لو انا مشتري وبشتري من حد، ايه الشروط اللي لازم اوجدها في العقد فتخلي الشروط دي العقد قوي ليا؟ لو انت بتشتري ولا انت بتبيع؟ لو انا بشتري. طيب لو انت بتشتري انت عايز تبقى متاكد. هناخدها ريفرس، مره وانا بشتري ومره وانا ببيع. مش نبدا لو انت بتشتري انت طبعا عايز الاول تتاكد من مواصفات الوحده زي ما قلنا موجوده بالتفصيل، سواء المساحه، مواصفات التشطيب، ميعاد التسليم، لو في النهارده يعني ملحقات للوحده، زي في بعض الاوقات انت بتشتري الوحده بالتكييفات بتشطيبات معينه، كل ده يبقى موجود. ده غير طبعا المساحه. ده انا بكتب نوع التكييفات. طبعا لازم تكتب الحاجات دي، ما احنا اتفقنا بقى كل ما كان في تفاصيل اكتر كل ما كان في ضمانه ليك اكتر. بتبقى عايز برضو تتاكد طبعا من تسلسل الملكيه، ده لازم تتاكد الاول ان الشخص اللي انت بتشتري منه او الشركه هو اللي بيمتلك وعنده التراخيص وعنده الكلام ده كله. طيب لو انا بشتري، لو انا بقى ببيع، لو انا بعمل عقد انا ببيع، فايه الحاجات اللي انا عايز اتاكد انها موجوده في العقد؟ طبعا بخلاف الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، مهم جدا ان انا احط شرط فاسخ ان لو الطرف الثاني تخلف عن سداد الاقساط في المبالغ بتاعتها يبقى من حق افسخ العقد، وده بيبقى اهم ضمانه.
ان انا النهارده انت جيت وعدتني انك هتدفع في المواعيد الفلانيه وجي لاي سبب من الاسباب ما دفعتش، يبقى انا من حقي ان انا افسخ العقد، اخصم منك مبلغ والوحده ترجع لي تاني. فدي بتبقى الفروق الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده في حاله ان انا ببيع او في حاله ان انا بشتري. وهنا لازم ارجع لمكتب محاماه يكون معانا بص، في كل الحالات انت لازم ترجع لمكتب لو انت عايز تتجنب الريسك وعايز ان انت تعمل عقد يبقى حقوقك محفوظه فيه، لان انت هتسمع كلام كتير جدا وهتلاقي في عقد بيتباع في المحكمه وهتلاقي حد يجي يقول لك لا قصدي دي مش محتاجه، قصدي ده العرف. اتليست انت كونسلت محامي، قول له النهارده انا الوضع كذا ايه رايك، بس هيديك افكار، هيديك حاجات تاخد بالك منها. فطبعا لازم تاخد راي محامي. النهارده التوقيع على عقود في نوعين من التوقيع، ان انا اوقع انيشيالز كده، وفي التوقيع اللي هو اكتب اسمي الثلاثي وانا بشتري او ببيع. المفروض اضمن ان اللي قدامي ده وقع ازاي؟ لازم طبعا يكتب اسمه بالكامل على الاقل ثلاثي، عايز بعد كده يعمل الانيشيالز ماشي، بس الاساس ان لازم اسمه بالكامل زي البطاقه. لو العقد 10 ورقات على كل ورقه ولا انيشيالز؟ لا على كل ورقه. على كل ورقه. ده الافضل وده الامن طبعا. هل المطور النهارده بيبقى عنده حاجه اسمها سيلكشن او KYC او بيتقال عليها اسامي حاجات كتير جدا، ان هو بيختار نوع العملاء اللي بيشتروا عنده؟ هل ده قانوني اصلا ولا لا؟ قانوني. هو بيبيع، هو حر، صح. احنا النهارده بيجي لنا كلاينتس كتير متضايقين جدا ان فلان المطور اللي معروف رفض الابلكيشن بتاعته. مبدئيا هو لما بيجي يرفض الابلكيشن ما بيقولكش انا رفضتها علشان انا مش عايزك، هو بيقولك الوحده اتباعت، صح. طيب لو انت جيت للواقع، انا راجل ببيع، انا حر، صح، انا حر، ممكن ان انا اوافق ان ابيع لك وممكن ما اوافقش ابيع لك. امتى بتبقى المشكله بقى؟ في الريسيل، ان انا النهارده انا بعت لك، انت جاي تبيع، فهو يقول لك لا انا هعمل سيلكشن. دي فيها كلام. ده قانوني ولا غير قانوني؟ ده غير قانوني، لان انت النهارده انت المالك، انت اللي امتلكت. انا مش محتاج اصلا ارجع لك في الحاجات دي، انا اخري ارجع للمطور في حاله النهارده صيانه، نقل ملكيه علشان ينقل الملكيه عنده، لكن انت تقول لي انا بيع مين وبيعش مين. فاقدر هنا ارفع قضيه على المطور وطالبه ان هو يبيع اللي انا عايزه. تلزمه اصلا، هو باع لك خلاص. المطور هنا احيانا بيستخدم الكارت بتاعي ان انت ما كملتليش ثمن الوحده، فانا من حقي ارفض واقبل. لو ده الكيس هو من حق، لكن لو انت مكمل ثمن الوحده وعندك عقد نهائي والملكيه انتقلت ليك، ما يقدرش يقول لك اي حاجه طبعا. اوكي. عادة في البيع والشراء النهارده بقت في شركات البروكرج هي اللي بتدير عمليات البيع والشراء. هل القانون النهارده في حاجه في القانون بتقول ان شركات البروكرج دي ليها رخصه وكده؟ المفروض طبعا شركات البروكرج يبقى ليها رخصه عشان تقدر تنظم الطريقه او الشغل او العمل بتاعها بطريقه قانونيه، وبالتالي عشان هي عندها رخصه فبينظمها بعض القوانين، فلازم يبقى في عقد ما بينك وما بينها بيضمن امتى هي تستحق النسبه بتاعتها، والنسبه بتاعتها تبقى قد ايه وما تزيدش عن قد ايه، وامتى هو يقدر يبقى من حقه ياخد النسبه دي وامتى ما ياخدش النسبه دي. القانون بيقول النهارده نسب معينه ولا هي بالاتفاق؟ لا بالاتفاق. اوكي، باتفاق او بالعرف؟ بالاتفاق او بالعرف الدارج في السوق، لان انت النهارده لو كلمت اكتر من بروكر هتلاقيه في الاخر بيتكلم مور لس في نسبه قريبه جدا من بعض، فالسوق بقى عارف النسبه دي، فانت المفروض النهارده بالاتفاق ما بينك وما بينه بترتضي النسبه. اوكي، اللي هي عاده النسب اللي هي البايع بيدفع 2.5 والمشتري بيدفع 1.5، فدي بتبقى مذكوره، ولو ذكرت يعتبر العقد قانوني. ده العرف، وطبعا ما دام اتحطت في العقد اصبح قانوني وملزم للطرفين. مؤخرا مع الاستثمار في العقارات وكده بدأ يظهر فكرة الإيجار الإلزامي خاصة في العاصمة والجزء ده. إيه رأيك في الإيجار الإلزامي؟ وأصلا ده قانوني ولا لا؟ يعني النهاردة لو أنا مشتري المطور متفق معايا على حاجة اسمها إيجار إلزامي، ده قانوني ولا غير قانوني؟ تمام، هو قانوني طبعا، مفيش ما يمنع الكلام ده، تمام، ما طول ما احنا اتفقنا عليه والعقد شريعة المتعاقدين والنقطة اللي احنا اتكلمنا فيها دي. طيب هو حلو ولا وحش؟ أنا بشوفه حلو، لأن أنت النهاردة ده استثمار، أنت بتضمن ان المطور هيدفع لك عائد ثابت طوال فتره معينه، فانا بشوف ان هو كمان شال من عليك الهسل بتاع ان انت هتأجر لمين وهتقدر يبقى عندك دخل ثابت ولا لا. اخلي بالي وانا بعمل الموضوع ده من الكواليتي بتاعت الديفلوبر، الكواليتي بتاعت المطور، لان انا النهارده مش عايز اربط نفسي مع مطور صغير ممكن ما يعرفش يدير الوحده، ممكن ما يعرفش ان هو يلتزم يديني المبلغ اللي احنا متفقين عليه. لكن لو أنا بتعامل مع مطور كبير فأنا ريحت نفسي وضمنت إن هو هيديني دخل ثابت لفترة طويلة. كمان في حاجة، إن هو النهاردة لو أنا الاستلامي بعد 5 سنين وهو حط لي سعر الإيجار الإلزامي من دلوقتي كمان 5 سنين، فالسعر هيكون زاد بطريقة غير طبيعية، فهو كمان يعني بقى شبه عندي مشكلة في الأرقام شوية. يعني كمان 5 سنين لو بتكلم إن السعر مثلا النهاردة 1000 جنيه في المتر في الإيجار،
فبعد 5 سنين المفروض يبقى 1500. فلو هو حطولي على 1500 وحصل انفليشن تاني او تالت او رابع وصل ل 2003، فهنا القيمه بتاعتي قل. فساعات ممكن تبقى حلوه وساعات ممكن تبقى وحشه. صح، عشان كده احنا دايما بننصح ان انت لو هتعمل موضوع الايجار الالزامي تربطه بقيمه الصرف الدولاريه. ودي حاجه بتحصل وبنشوفها دلوقتي في مصر، ان انا اجي النهارده اقول خلاص انا هاجر لك بما يعادل قيمه الدولار في اليوم بتاع الايجار. بس هل اقدر اخد القيمه بالدولار ذات نفسها؟ يعني مثلا القيمه لو $1000 اقدر اخدها $1000 ولا بما يوازي البنك المركزي؟ بص، المفروض طبعا ان قانون البنك المركزي بيقول ان اي سلعه او اي خدمه بيتم تقديمها او بيتم بيعها في مصر لازم يكون العائد بتاعها بالجنيه المصري. الا ان احنا مؤخرا بقينا نشوف ان في مطورين كبار جدا بيكتبوا في العقد بتاعهم ان هو هيديك المقابل بالدولار. لما تيجي تبص على العقد هتلاقيه بيقول لك ايه؟ انا بديك ما يعادل قيمه الدولار في اليوم ده بالمصري. يعني انا النهارده بربط لك سعر الايجار بالدولار، فانت اكنك بتاخد بالدولار بس انا بديك بالمصري. بس ما فيش ان انا اقدر اخد منك الفلوس دولار، القانون ما بيسمحش. القانون ما بيسمحش ومحدش هيعمل كده. وفي حاله ان اجانب اقدر اخد ده. لو انت اجنبي دي قصه تانية، ممكن تاخد بالدولار، الا ان برضو هتلاقي المطور بيستند الى تعليمات البنك المركزي اللي بتقول ان اي خدمه او اي سلعه في مصر، ما حددش بقى اجنبي ولا مش اجنبي، بالمصري. فبيبقى الورك اراوند بتاعها ان انا هثبت لك سعر الدولار بس هديك بالمصري. انت كاجنبي عايز تاخد بقى المبلغ اللي بالمصري ده تحوله دولار، انت حر. في دفع الايجار عاده بيبقى يا اما هو بنتفق على رقم حساب معين في العقد احول لك عليه، او على شيكات ب 12 شهر لو انا باجر منك 12 شهر او باجر منك كذا. ازاي اضمن ان المستاجر النهارده يدفع الايجار؟ وايه احسن طريقه اعملها في العقد؟ هل هي شيكات، تحويلات، كذا اضمن بيها ان هو يدفع الفلوس؟ لو انا بتكلم انا البائع او انا اللي ببيع او انا اللي باجر، فاضمن طريقه ليا طبعا الشيكات، ان انا اخد منه شيكات، علشان الشيكات فيها مسؤوليه جنائيه في حاله ان هو ما سددش القيمه الشيك او الشيك ارتد بسبب عدم وجود رصيد كافي او يعني ان التوقيع غير مطابق. فاضمن حاجه واقوى حاجه بالنسبه لي ان انا اخد شيك. طبعا لو انا قلت تحويل بس، فاصبح النهارده ممكن هو ما يحولش، وساعتها انا الضمانات اللي تحت ايدي مش هتبقى اقوى حاجه، فهضطر ان انا اخد العقد اروح اشتغل بيه مدني ده بقى ممكن اقعد 5 و6 سنين في المحكمه. لكن الجنائي في وجود الشيك، انا هقدم الشيك النهارده، كمان شهر هاخد حتى لو كتبت في العقد ان النهارده رقم الحساب كذا كذا كذا، ولو ما دفعش في خلال 7 أيام العقد يعتبر مفسوخ. هل ده يخلي العقد مفسوخ؟ هيخلي العقد مفسوخ بس مش هتعرف تطلعه برضه. ليه؟ لان احنا عندنا القانون النهارده بيفرق ما بين الملكيه والحيازه. صح؟ انت ممكن النهارده تكون مأجر لي والعقد بيقول ان هيتم فسخه من تلقاء نفسه لو التحويل ما جاش في ميعاده، صح؟ لكن انا مش هطلع. عشان تطلعني هتروح ترفع قضيه، والقضيه هتقعد من 3 ل5 سنين عشان تقدر تاخد فيها حكم. افضل حاجه واسرع حاجه عشان اضمن حقي في الحاله دي ان انا اخد شيكات. الشيك هقدر اشتغل بيه جنائي، الجنائي يقدر يحط ضغط قوي جدا يخليك تراجع نفسك ويعني تقدر تاخد حقك اسرع. النهارده المستاجر خلص ال 12 شهر بتوعه وبعدين مش عايز يسلبني وقرر ان هو يقعد. ايه الاجراءات الصح اللي المفروض اعملها؟ والموضوع ده بياخد وقت قد ايه؟ طيب، اول حاجه لازم تعملها ان انت تروح تعمل انذار على يد محضر عن طريق المحكمه. المحامي يقدر يساعدك في ده، بيعمل انذار بيرجع للعقد ان العقد كانت شروطه كذا، المفروض ان انت كنت تخلي العين في التاريخ الفلاني، انت اخليت، فانا بنزلك انك لازم تطلع بره العين. تاني حاجه اروح اعمل محضر اثبات حاله في الاسم. تالت حاجه اخد الانذار واخد المحضر واروح ارفع قضيه اسمها اخلاء، ان انا بطالب بالاخلاء، ان انا بطلب من المحكمه تخلي العين، لان الطرف الثاني اصبح موجود داخل الوحده اللي انا مأجرها بدون وجه حق. عقد الايجار انتهى والمفروض ان هو يطلع، فالمحكمه بتفصل لي في الموضوع. الموضوع بياخد وقت قد ايه؟ بنتكلم من 3 ل5 سنين عشان عندك اول درجه وعندك استئناف. الاجراءات بتطول شويه. النهارده وانا بعمل عقد ايجار، لو انا صاحب وحده وانا مستاجر، ايه المده اللي ممكن تبقى كويسه اللي هي تحافظ على العقد كويس وما تحطنيش في مشاكل؟ احنا بنشوف ان العقود المدد الكبيره بتحط مشاكل كتيره جدا. صح. طيب انا طبعا يعني الفتره اللي بشوف انها منطقيه وبتتكرر كتير ومتعرف عليها 5 سنين مثلا. 5 سنين هي فتره بتبقى معقوله للطرفين. بالنسبه للمستاجر هو بيبقى بيشطب المكان، بيصرف عليه، عارف انه هيقعد فيه 5 سنين على الاقل.
بالنسبه للمؤجر اللي بيأجر المكان، هو بيبقى عايز يشوف بعد ال5 سنين لو الاسعار زادت يبقى انا ليا الحق ان انا اقدر ارفع القيمه الايجاريه او نرجع نتفق تاني. ده غير طبعا ان كده العقد بيبقى فيه نسبه الزياده السنويه بتاعه الايجار، لكن اوقات دي بتبقى مش كافيه عشان لو حصل تعويم او غيره ممكن فعلا يبقى بعد 5 سنين القيمه اللي احنا متفقين عليها قيمه غير عادله. فلو احنا طولنا المده قوي ده هتأذي او هتيجي على حقوق المؤجر، ولو احنا قللنا المده قوي يبقى انت كده بتنقص من حقوق المستأجر اللي ممكن يكون صرف كتير جدا على التشطيب ولكن ملحقش ان هو يستمتع او يستفيد من التشطيب بتاعه. عادة دلوقتي في مصر بقى فيها أجانب كتير جدا بيأجروا، فهل النهارده بيطلبوا ان العقود بتاعهم تبقى عقود باللغة الإنجليزية؟ فهل ده قانوني ولا لأ؟ وازاي أضمن ان يكون ده قانوني؟ تمام، هو طبعا القوانين المصرية بتقول ان اي عقد لازم يبقى بالعربي، لكن مفيش ما يمنع ان هو يبقى بالانجلش او مفيش ما يمنع ان هو يبقى بايلينجوال ان هو يبقى عربي وانجليزي في نفس العقد، وده متعارف عليه جدا وبيبقى يعني مريح جدا للطرفين. طيب لو انا عملته انجلش بس برضه مفيش مشكلة، لكن وقت ما هاجي اخد اجراء قانوني لازم اروح اترجمه ترجمة معتمدة يكون معترف بيها من المحكمة. ممكن اعمله عقد بالانجلش واقعد سنين بتعامل بيه بالانجلش مفيش مشكلة، لكن عشان اروح اخد بيه اجراء في اي جهة حكومية لازم اترجمه ترجمة معتمدة قبل ما اخد الاجراء. اوكي، ما هنا الناس بتبقى قلقانه بس شويه لو حد ما بيتكلمش غير انجلش بس بيبقى قلقان ان العربي يبقى عكس الانجلش. فلو النهارده اتحط بلغتين، هل النهارده في تضارب بين العربي والانجليزي المحكمه هتعمل ايه؟ بص، دايما العقود اللي بتبقى بايلينجوال بيبقى فيها بند اسمه البريفيلينج لانجويج، اللي هو في حاله الخلاف ما بين العربي والانجليزي انهي لغه اللي هتسري. في العادي او في الغالب بتبقى ما دام انت في مصر اللغه العربيه هي اللي بتسري. طيب انا النهارده كمؤجر اجنبي عايز اضمن ان الترجمه مظبوطه، عندي حل من الاثنين، يا اما اخد التمبلت العربي اللي جاي من المطور او اللي جاي من المستاجر المؤجر اللي بيأجر لي وترجمه انا بمعرفتي فتاكد ان انا في طرف ثالث محايد هو اللي بيعمله، يا اما اروح لجهه من الجهات اللي عندها ترجمه معتمده زي المحاكم واقدم طلب لترجمته، فكده ابقى ضمنت ان هو الترجم عن طريقي فالانجليش زي العربي. لكن في اغلبيه الاحوال هتلاقي طبعا انه في حاله الخلاف العربي هو اللي بيسري، وده بالمناسبه تبقى حاجه بالاتفاق ما بين الطرفين. لكن دايما هتلاقيه بيقول لك ما دام موضوع العقد في مصر والقانون يجب التطبيق القانون المصري، فيبقى من باب اولى ان احنا نخلي اللغه العربيه هي اللي تسري في حاله الخلاف. تمام. النهارده فكره الضريبه على الايجار، انا النهارده عندي بيت عايز ااجره فاجرته لك، المفروض عليا ان انا ادفع ضريبه على الدخل بتاعي من الايجار؟ عندك حاجه اسمها الضريبه على الدخل. المبلغ اللي بيخش لك من الايجار بيعتبر ضريبه على الدخل، على حسب المبلغ قد ايه وعلى حسب دخلك التاني قد ايه بتتحط فيه فئه معينه او ثريشولد معين وبتدفع عليه ضرائب. ده ضريبه على الدخل. لو انت النهارده بتأجر اداري او بتأجر تجاري ممكن كمان بالاضافه الى الضريبه على الدخل تدفع قيمه مضافه. ادفع قيمه مضافه على الايجار بتاعك، وبالتالي احملها على المؤجر. طبعا انت هتلاقيها متحملها على المستاجر ومكتوبه في العقد ان هي متحمله على المستاجر وان المستاجر هو اللي بيدفع المبلغ ده. زي ما بتيجي النهارده تشتري اي وحده او اي خدمه هتلاقي ان اللي بيبيع لك او اللي بيديك الخدمه بيحملك انت القيمه المضافه. ففي الحاله دي المفروض ادفع يبقى عليها 14%. بتفرق طبعا النسب، بس يعني الافريج او قيمه مضافه القيمه المضافه بتاعتها على حسب بقى الجدول بتاعها بتدفعها وبدفع عليها ضريبه دخل. يعتبر ده تجاره انا بتقول عليها بارباح، فبالتالي بيدفع عليها ضريبه ارباح. بيدفع عليها ضريبه ارباح وبيدفع عليها ضريبه على حسب بقى انت بتستقبل الفلوس دي كشخص ولا كشركه. لو كشخص بتدفع ضريبه على الدخل العادي، لو كشركه بتبقى ضريبه اللي هي بتاعه الشركات اللي هي برضو بتبقى ضريبه دخل بس للشركات. لا ممكن اكون يعني تهت شويه. النهارده الوحده دي باسمي كمراد ماشي، وبأجرها لشركه محمد اللي هي ايا كان اسمها ايه. فالنهارده انا هيتحط 14% عليها ولا لا؟ لو هي سكن هي وحده تجاري باسمي بس باسمي انا بتاعتي كانديفيدوال مش كورب بتاعتي وبس بأجرها للكوربريت. المفروض ينزل عليها برضو قيمه مضافه. النهارده انا بأجر منك الوحده وجيت انت بعد ما خلصنا العقد الايجار مش عايز ترجع لي فلوس التأمين، ايه الاجراءات القانونيه اللي ممكن اخدها؟ اقدر طبعا اخد العقد واروح اخد بيه اجراء قانوني. اول اجراء اقدر اعمله انذار، اقول ان انا بموجب العقد ده كان مكتوب بند ان انا النهارده لما تنتهي المده الايجاريه انت المفروض ترجع لي
شيكات التأمين انت ما رجعتهاش، فدي اول اجراء ان انا اعمل انذار. تاني اجراء ان انا اعمل محضر. تالت اجراء ان انا اروح ارفع قضية وطالب بقيمة التأمين اللي انت مرضيتش ترجعه، زائد تعويض وزائد فوائد قانونية كمان. والنهارده انا ما اسلمكش الوحده غير لما ترجع لي التامين، ولا اسلمك الوحده وبعد كده اخد التامين عن طريق المحكمه؟ هو طبعا الافضل ان انت ما تسلمش الوحده الا لما تاخد التامين، علشان لو افترضنا ان الطرف التاني سيء النيه او عايز ان هو ما يرجعش الفلوس، انا ليه يبقى تحت ايدي الوحده اسيبها واقعد اخش في السايكل بتاعه المحاكم واقعد 2 و3 سنين؟ طب ما انا خلاص قبل ما اسلمك الوحده انت هتسلمني التامين وهنقعد نتفق هل النهارده الحاله بتاعه الوحده كويسه فانت مش هتخصم حاجه، ولا انت شايف ان حاله الوحده تستدعي انك تخصم حاجه، فنبدا نتفق. في كل الحالات انا افضل ان انت ما تسلمش الوحده الا لما تاخد شيكات التامين بتاعتك. تبقى دي قصاد. وهنا مقصود بشيكات التامين هي بتكون اتصرفت او ما اتصرفتش؟ هو غالبا هتبقى ما اتصرفتش، لان هي المفروض محطوطه علشان نيجي في اخر المده نشوف الحاله بتاعت الوحده اللي انا اجرتها حصل فيها مشاكل ولا لا، والمنقولات اللي انا كنت حاططها وعامل بيها جدول تفصيلي موجوده ولا مش موجوده، وابدا اخصم من هنا. فهو مش المفروض ان هي تبقى عاده. دلوقتي بقى العرف ان الناس بتصرف شويه شيكات التامين، بتاخد 2-3 شهور بحيث ان هم ما يخشوش في مشكله. فهل انت مع ان انا النهارده اصرف شيكات التامين ولا تبقى شيكات بس لا تصرف؟ لو انت النهارده الشيك ده مش آجل هتقدر تصرفه، ممكن تصرفه لو انت عايز تصرفه، بس انت هتبقى ملتزم ترجع القيمة دي وقت نهاية الفترة الإيجار، لو فعلا الطرف التاني ما أخلش بالحالة بتاعة الوحدة أو ما أخلش بالمنقلات. فلو انت عايز تصرفه ممكن تصرفه، لكن لو هو أصلا مقفول وآجل انت مش هتعرف تصرفه. النهارده الشركة اشتريت الاستلام بعد 3 سنين ما التزمتش بالاستلام، ايه الإجراءات المفروض أخدها؟ تقدر النهارده انك تروح ترفع قضية على الشركة وتلزمهم ان هو بموجب العقد ان هو كان لازم يسلمك، وممكن تلزمهم ان هم يرجعوا لك فلوسك زايد عليهم الفوائد، وممكن تلزمهم ان هم لازم يسلموك خلال فترة معينة ما تزيدش عن يعني فترة يتم الاتفاق عليها، والفترة الزيادة دي كمان القيمة بتاعتها تتخصم من قيمة العقد. وعلينا من حقي ان انا اوقف الاقساط؟ طيب دي حتة بقى كريتيكال جدا، لازم نرجع للعقد. ليه؟ العقد النهاردة لو احنا بنقول ان المالك او المطور اتأخر خلال الفترة اللي هو من حقه يتأخر فيها، فانت مش من حقك توقف دفع الشيكات، لان انت لو وقفت دفع الشيكات اصبحت انت الطرف المخل، اصبحت انت الطرف اللي عندك مشكلة، وده يدي الحق للطرف التاني اللي هو المطور ان هو اللي يفسخ العقد ويرجع لك فلوسك منقوص منها نسبة وياخد منك العقار. طيب لو انا النهاردة العقد بيقول ان هو كان اخره انه يتأخر 1 سنة أو 1.5 سنة وهو رجع اتأخر أكتر من كده، من حقك تفسخ العقد. لكن فكر النهاردة يعني القيمة الأعلى القيمة اللي هخسرها قصاد ان انا افسخ العقد. يعني أنا النهاردة كتير جدا كلاينتس بيجي ويقول لك هو اتأخر عليا أنا عايز أفسخ العقد. طيب أنت لو فسخت العقد هتاخد القيمة اللي أنت كنت متعاقد عليها من 5-6 سنين، فأنت حسبها صح. هل المشروع فعلا شغال لكن اتأخر بسبب العوامل اللي بتحصل اللي احنا عارفينها، ولا فعلا المشروع لسه قدامه كتير جدا فبنسبة كبيرة مش هيكمل؟ لو المشروع مش باين عليه انه هيكمل وباين ان المطور عنده مشاكل، لا ساعتها طبعا ارفع قضية خد فلوسك. طيب لو النهاردة المشروع باين انه هيكمل بس فيه شوية تأخير، انت من مصلحتك كمل، لكن بنبعت انذار ونقول للمطور ان انا هبدأ اخصم مبلغ مقابل كل يوم تأخير عن المتعاقد عليه. النهارده في فكره الترانسفير فيز، يعني الدوله لغت مصاريف التنازل في كل المطورين، ومع ذلك في مطورين لسه عندهم مصاريف تنازل. هل النهارده لو انا رايح والمطور بيجبرني ان انا ادفع مصاريف تنازل، هل ايه الاجراءات المفروض اخدها؟ وقانوني ان هو يجبرني النهارده ان انا ادفع مصاريف تنازل بعد ما الدوله لغت مصاريف التنازل؟ لا طبعا مش قانوني، لان القانون اتعدل فعلا ولغى موضوع مصاريف التنازل، وتقدر تاخد اجراء قانوني وان انت تروح تنفذه ضد الشركه. لكن طبعا احنا بنشوف النهارده الشركات بتتلاعب في القصه دي، بدل ما بتسميها رسوم تنازل بتسميها رسوم خدمه، بتسميها رسوم استخراج عقد جديد، رسوم اداريه، فهيبقى فيها تلاعب. لكن بنقدر بشكل كبير انك تقدر تجبر الشركه انها ما تاخدش الفلوس دي، لان القانون فعلا قال مفيش حاجه اسمها رسوم مقابل التنازل. يعني النهارده بقت نسب عاليه جدا، الشركات بتتكلم في 2.5% و5%، فبالتالي 2.5 أو 5% وضريبه تصرفات 2.5.
يعني انا كبايع بدفع بسم الله الرحمن الرحيم كده 7.5% من ثمن الوحده. صحيح. اصبحت قيمه عاليه جدا. صحيح. وعشان كده هو المشرع خلاها مش قانونيه، وفي شركات بتلتزم بيها وفي شركات مش بتلتزم. لكن لو انت اخدت اجراء قانوني صحيح وقوي هتقدر تجبر المطور او الشركه ان هو يمتنع عن يعني تنفيذ الرسم بتاع نقل الملكيه. النهارده في شروط معينه لو انا اجنبي عايز اشتري في مصر، ففي شروط لازم تبقى عليا. طبعا انت مبدئيا النهارده علشان تقدر تشتري كاجنبي بتروح الجوازات والهجره بيعمل لك ختم اسمه ختم اقامه مؤقت. ده ختم مثلث كده، ده بيسمح لك انك تقدر تعمل معاملات داخل جمهوريه مصر العربيه بما فيها ان انت تشتري الوحده او العقار اللي انت عايز تشتريه. تاني حاجه لازم بيحصل استعلام امني، ان انا النهارده الجهات بتستعلم امنيا عن الشخص الاجنبي اللي عايز يشتري. لو طبعا عليه مشاكل امنيه مش هيطلع لك موافقه، لو مفيش مشاكل امنيه تقدر انك تشتري. تالت حاجه القانون النهارده بيحدد عدد الوحدات اللي الاجنبي ممكن يشتريها، ودي نقطه مهمه جدا. لو انا النهارده اجنبي بشتري لاستخدام شخصي فالقانون بيقول ان انا كحد اقصى ما اقدرش امتلك اكتر من وحدتين في اماكن مختلفه. بحد اقصى الوحده ما تزيدش مساحتها عن 4000 متر. طيب لو أنا عايز أستثمر في العقارات كمستثمر أجنبي أقدر أسس شركة وأقدر أستثمر، وبيبقى ليها اشتراطات تانية، لكن طبعا بيبقى القيود بتاعتها أقل وتقدر إن أنت تشتري وحدات أكتر. وفي النهارده جنسيات وايت ليست وبلاك ليست في مصر. طبعا أمنيا بيبقى فيه، دي ترجعنا للنقطة بتاعت الاستعلام الأمني. في جنسيات تقدر إن هي تتملك وفي جنسيات ما تقدرش إنها تتملك. في جنسيات تقدر إن هي تأجر، لكن في جنسيات تانية ممكن ما تقدرش إنها تأجر. وفي كمان أماكن ينفع الأجنبي إن هو يتملك فيها، وفي أماكن تانية زي سينا مثلا ما ينفعش الأجنبي يتملك فيها خالص. فدي بتبقى على حسب المكان وعلى حسب الجنسية، بالقانون بقى بيحدد ينفع ولا ما ينفعش. هل القانون العقاري في مصر بيتبع القانون الدولي ولا احنا قانون منفصل؟ لا احنا قانون منفصل. يمكن القانون المصري بتاعنا بيراعي بعض المعايير الدولية، لكن طبعا القانون المنظم للعقارات في مصر هو قانون مصري خاص بالأحوال والقوانين المصرية. انت النهارده الاجنبي بيشتري ساعات لغرض ان هو ياخد اقامه جوه مصر، فانت النهارده اقدر اخد اقامه جوه مصر بفكر وانا شاري عقار. بص القانون بيتعدل كل شوية في الحتة دي، لكن الوضع الحالي انت النهاردة عندك ابتداء من $50,000 تقدر انك تاخد اقامة سنة، لحد $200,000 ممكن تاخد اقامة 5 سنين. اكتر من $300,000 فانت مؤهل انك تاخد جنسية. $50,000 او $200,000 ده انا شاري بيهم عقار ولا اعمل لهم ايداع في البنك؟ تعمل لهم طيب 50,000 من 50 ل 200,000. انت النهاردة لازم الفلوس دي يتم تحويلها من بنك أجنبي لبنك مصري بالدولار، فلازم أول حاجة إن المبالغ تخش بالدولار وتفضل موجودة في مصر. طيب من 50,000 ل 200,000 ده يديك إقامة. مدة الإقامة بتزيد على حسب أنت استثمرت أو حولت فلوس قد إيه. طيب من 300,000 لأكتر تقدر تقدم على الجنسية، بشرط طبعا إن أنت لازم يتم تحويل المبلغ بالدولار لأحد البنوك المرخص ليها الخاضعة للبنك المركزي، بشرط ان العقار لازم يتم سداد المبلغ بتاعه بالكامل وما ينفعش انك تتصرف فيه لمدة 5 سنين، وبشرط طبعا ان امنيا انت ما عندكش مشكلة والاستعلام الامني بتاعك هيجي سليم وما يكونش في حاجة امنية تمنع الموضوع ده. يعني الفكرة هنا لو انا اشتريت عقار اكتر من $300,000 واثبتت كده اقدر اخد الجنسية كاش او بالقسط. يعني لو هو بالقسط مثلا $300,000 ده يعني النهارده بنتكلم في 15 مليون جنيه، ف 15 مليون جنيه على 8 سنين ولا كاش. هي الفكرة في الإيداع، الفكرة إن أنت تاخد المبلغ تعمل له إيداع ويفضل محطوط في البنوك المصرية لفترة ما تقلش مثلا عن 5 سنين، فبالتالي في المقابل تقدر تاخد الجنسية. لكن أنت النهاردة لو بالقسط فأنت مش هتاخد الإقامة ولا الجنسية إلا لما للمبلغ اللي محطوط. أوكي. أصعب حاجة إن أنت تبيع أو تشتري من محامي ليه بقى؟ عشان إحنا عدى علينا كتير قوي. أصعب حاجة تقابل واحد بيبيع لك محامي أو بتشتري من محامي. على فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة، هو طبعا يعني في العادي طبعا لأن المحامي بيبقى شخص عدى عليه كتير جدا، بيبقى عارف الثغرات فين، بيبقى شايف المشاكل فين، بيبقى عايز يتجنب كل حاجة. أقول لك بقى المفاجأة، أنا لما بروح أشتري بوقع على العقد يعني عشان اعرف الاحترام ازاي. لا عشان ببقى عامل الهومورك بتاعي، انا ببقى عارف انا بشتري من مين فين،
وبيبقى سمعته عامله ازاي، وهو بيبقى عارف ان انا محامي، فبرضه يعني بيبقى فيه كده mutual respect، انا ضامنه وهو خايف مني شويه، فالامور بتمشي كويس. لكن طبعا المحامين صعبين، مش هضحك عليك. بتبقى قلقانين من مشاكل معاهم، ان هو عارف انت حاسس ان هو واحد اقوى مني، فطول الوقت انا حاسس ان هو يعني لازم اركز اكتر، صح؟ ما طبعا هو انا النهارده كمحامي انا ببقى عارف الثغرات فين، بيبقى العقد عدى عليا كتير جدا وعارف المشاكل بتحصل منين، فببقى عايز اضمن حقوقي بكل الطرق، بقى عايز اعيد صياغه العقد على مزاجي، فبيبقى طبعا التعامل مع المحامين صعب. لكن لو انا بتعامل مع شركه كبيره زي شركتك انا هيبقى في ثقه، فهبقى مطمن. شكرا جدا ليك، وشكرا ان انت كنت موجود معانا النهارده، وشكرا ان انت كنت موجود في كاست. بالعكس ده شرف ليا، انا اللي اتشرفت، وشكرا على الانفيتيشن، وبجد انا اتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى لو نعمل حلقات تاني مع بعض.